السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسود ينهون التحضير للبافانا بافانا، ومشاركة زياش تبقى صعبة. أنهى المنتخب المغربي مساء اليوم استعداداته لمواجهة المنتخب الجنوب أفريقي المقرر غدا لحساب ثمن نهائي كأس إفريقيا. ومشاركة جميع اللاعبين كانت حاضرة في الحصة التدريبية لمساء اليوم، باستثناء سفيان بوفال الذي أنهت الإصابة مشاركته في الكان، فيما خاض حكيم زياش الحصة منفردا بحذاء الجري محاطا بأعضاء الطاقم الطبي، حسب ما توصلت إليه سبورت. فإن مشاركة حكيم زياش في مباراة الغد تبقى صعبة في انتظار حسم الطاقمين التقني والطبي في مدى إمكانية الاعتماد عليه مباشرة قبل المباراة، سواء كأساسي أو احتياطي. قال الركراكي بخصوص حالة زياش خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم: إن الطاقمين التقني والطبي يقومان بأقصى جهودهما لتجهيز اللاعب، مضيفا أن اللاعب مهم جدا بالنسبة لنا، سنستغل كل ساعة وكل دقيقة من أجل تجهيزه للمباراة رغم صعوبة المهمة، والحسم في مشاركته قد تكون في آخر ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا.